واضح اننا بعد ما خلصنا ماتش الاتحاد ما ركبناش اتوبيسات، احنا ركبنا آلة زمن رجعتنا الاول الدوري تاني. فوز بفرق هدفين على المحله زي بالظبط الفوز اللي كان على الانتاج الحربي، مش مقياس ابدا للاداء بتاعنا جوه المباراه. وبعد كده خدناه جول في الشوط الاولاني، ما قدرناش ان احنا نخش منطقه ال 18 طول ال 90 دقيقه عشان نعوضه اساسا. بس بعيدا عن حاله الديجافو اللي مش راضيه تطلع من دماغي من ساعه ما شفت الماتش ده، خلينا نقول ان احنا ما شفناش الماتش ده قبل كده، ان ده ما حصلش في ماتش الداخليه، وخلينا نتعامل مع ماتش بتروجيت كانه ماتش لوحده. الحلقه دي حلقه الاستهبال. نزل ميدو بتشكيله الاساسي المعتاد بطريقته المعتاده بتغييرات بس في العناصر، زي الدفع بزيزو متولي مكان شوقي السعيد وعماد حمدي للاصابه. على الورق اللي انا ما بحبوش ميدو ما اختلفش كتير عن المباريات اللي فاتت، بس على الملعب اللي انا بعشقه الخصم هو اللي اختلف. من الدقيقة الأولى وضح إن ميدو إدى الظاهرين التعليمات المعتادة بالزيادة، حتى وإحنا بنبني الهجمة بالبطء ده. الأظهرة اللي كانوا عبال ما بيرجعوا من زيادتهم بتكون لياقتهم في الأرض، وبالتالي تركيزهم بينعدم. التركيز هو ده بالظبط اللي استغله طلعت يوسف ضدنا، مع فتح المساحات في دفاعنا وظهورنا في اغلب الوضعيات الدفاعيه بقلبين دفاع وقدامهم ارتكاز ظاهرينهم راحوا مشوار وما جوش. ركز بتروجيت على الضغط العالي بدون ما يندفع بكامل خطوطه. التوازن بين الضغط والالتزام بالاماكن في حاله الدفاع ده زود التوتر على لعيبه الاسماعيلي من الدقيقه الاولى، وكأن لعبتنا من خط الوسط لغايه حارس المرمى فاكرين ان بتروجيت ده مركز شباب الشيخ زايد هيكسبوه حتى وهم في نص تركيزهم، وبقيت لعبتنا من خط الوسط لمرمى المنافس دول ما وصلوش اصلا في اول ربع ساعه. اما عن سلبيات المباراه فكانت كالتالي. خش بالترانزيشن يا ابني. اول سلبيه في مباراه بتروجيت هي ان الفريق بقى وان واي، يعني كان واضح قوي من اول دقيقه في الماتش ده ان احنا بنلعب مدرب داحح كويس طريقه لعبك وفاهمها وعارف ازاي وليه انت كسبت المباريات اللي فاتت، ومع ذلك من الدقيقه 1 لغايه الدقيقه 90 بنلعب بنفس الشكل. نقعد نتكلم لكن احنا مش بنأدي. قلت عايز تطوير وتحديث الاثنين، وانت ما عندكش القماشه مش هتقدر تكمل. والقطنه ما بتكدبش. بتحاول تبدل في المراكز بتلاقي مدافعين بتروجيت بيسلموك لبعضهم، مش سذج بيروحوا وراك ويفتحوا المساحات. كل مدافع من مدافعين بتروجيت ما كانش ماسك لاعب الاسماعيلي، كان ماسك منطقته قدام لاعب الاسماعيلي. بتعتمد على مهاره شيكابالا وصناعته للعب، كل ما بتستلم بتلاقي عليه السويس كلها مراقباه مش المان بتاعه بس. بتحاول تلتزم بمراكزك الهجوميه حتى وانت مضغوط وقاعد في قلب الدفاع، اشرب مساحات للصبح. السلبيه الثانيه في المباراه هي الاستحواذ السلبي. ماتش بتروجيت كان فرصه حلوه قوي انه يجيبوا عقم ال 5% من المشجعين اللي اتفرجوا على ماتشنا مع الداخليه وعاشوا حياه طبيعيه بعد كده. نفس سلبيه الاستحواذ بتاعه يوم الداخليه. ماشي، تحضير الجن والعفاريت بيخلص اسرع من تحضيرنا للهجمه عادي، لكن تبقى اول مره نخش فيها منطقه جزاء بتروجيت بعد نص ساعه بالمنظر ده. السلبيه الثالثه التكرار يعلم الشطار. مش هتكلم تاني عن مستوانا الدفاعي واننا وصلنا لاننا بنتمشى في جناين الملاحه مع مهاجمين الخصم مش بنضغط عليهم. 4 حلقات فاتوا كانوا كتير قوي في الكلام على الموضوع ده، بس لما تغلط نفس الغلطه دي عدد المرات دي يبقى طبيعي جدا ان احمد جعفر يجيب فيك جول. القدر مش بيسخر من دفاعنا، القدر بيطلع لسانه وحاجات تانية لدفاعنا. السلبيه الرابعه والاخيره في المباراه دي هي الايجابيه اللي كانت مستمره مع ميدو طول الماتشات اللي فاتت، تحولت في الماتش ده لسلبيه. تغييرات بشهاده اغلب الاسماعيلاويه اللي اعرفهم من بدايه الموسم ده، وميدو 3/4 تغييراته على الاقل بتبقى في الجول. الراجل عارف بينزل مين ومين هيقلب له الماتش في ثانيه، لكن المره دي عملوا لك ايه علشان تقلب نتيجه الخساره اللي انت ما قلبتهاش من اول ما وصلت النادي ده؟ تجيب الاول بتاعه وتحط فيها البط كده بايدك وتلفها وتعملها كده، تحط معاه شويه بصل وشويه خيار وتروح قلبها في بقك فتشعر بان انت حياتك لطيفه. بالنسبه للايجابيات ففي حاجات ما كانتش وحشه بس ما تركاش لانها تبقى ايجابيات، زي رجوله مروان محسن، مقاتله طارق جبرين على الكوره. بس في الاخر في رايي الكوره الايجابيه الوحيده اللي عملناها في المباراه دي مكانه طارق العشري، واخيرا خالد القماش، وادي فرصه للاسماعيلي وبتضيع. كانت سلبيه فيه. للاسف اضطرينا ان احنا نقول السلبيات قبل الايجابيات في المباراه دي، لان المباراه دي هي اول مباراه في الموسم تحوز على جائزه المنفاخ الذهبي كاول مباراه، واحده من المباريات المعدوده في تاريخ الاسماعيلي اللي ملهاش اي ايجابيات. تقسيمة ليلة السويس الحزينة في رأيي كانت 60 دقيقة سلبية جدا للإسماعيلي، 20 دقيقة ملل، و10 دقايق طلعت يوسف ما كانش محتاج أكتر منهم عشان يخلي أحمد جعفر لبانة الصحافة والإعلام
طول الاسبوع الجاي ده. في الاوساط الاسماعيلاويه او اللي اعرفها انا يعني، كان في سؤال بيتردد طول الشهرين اللي فاتوا. السؤال كان بكل بساطه: هل احنا هنلعب بنفس المستوى لما شيكابالا يمشي او لما مستواه يقل؟ اعتقد ان اجابه السؤال ده بعد ماتش بتروجيت بقت سهله وبسيطه وتتلخص في كلمه واحده بس: مباراتنا الجايه باذن الله هتكون قدام مصر المقاصه يوم الاربعاء، خصم صعب، ناس خارجه من خساره صداره قدام الداخليه وهيحاولوا يقطعونا. اتمنى ان احنا نشوف ساعتها بلان بي للبلان ايه الممتعه اللي احنا شفناها في اسكندريه واتقرت وخلاص اتفهمت، وما نبقاش فرقه زي بقيه فرق العالم اللي بدات مفاجاه جدا للناس كلها، ولما خطتهم اتقرت ولما فكرهم اتعرف نزلوا تحت. مقدر قد ايه انت متضايق من ماتش بتروجيت، اقسم بالله انا متضايق اكتر منك، بس لو استحملت وكملت معايا الفيديو ده لغايه دلوقتي انا عايز اسالك سؤال واحد بس: من واقع ماتش المحله، من واقع ماتش بتروجيت، مين في رايك الافضل؟ مين في رايك الاسوأ؟ المناقشه دي بالذات اهم من كل الفيديو اللي انا عملته ده. لحد ما نشوف بعض المره الجايه، ربنا يجمعنا على حب الاسماعيلي وقت الشده قبل ما يكون وقت الانتصار. سلام عليكم.